وانت ماشية في طريقك افتكري ان انت واحدة ست مش راجل، وعيشي دورك كست محتاجة حد يرعاكي ويحميكي. ما تشيليش كل المسؤوليات لوحدك علشان تفرغي زوجك يروح الخليج ويجيب الدينارات والدولارات، او تفرغيه لشغله وشركته ويكبر ويختني، وانتي تبقي الام والاب في حضور الاب، والاب يبقى الحاضر الغائب اللي ما يعرفش حاجة عن بيته، وتبقى انتي عبارة عن استراحة والبيت عبارة عن لوكاندا. ولما يكبر ويغتني ويلاقي عياله كبروا وانت تبقي خلاص جبتي اخرك واستهلكتي، لان انت عشتي دور غير دورك. انت محتاجة تبقي رعية مش راعي، وبعدها ترجعي تندمي، لان هيظهر في الطريق بعد ما يعمل الفلوس دي كلها حاشية حواليه هتقول له يا سعادة البيت من فضلك اتجوز عليها، دي ادمت ما بقتش تنفع المستوى العالي اللي انت فيه والمستقبل اللي انت عملتيه. ممكن تيجي واحدة تانية خالص تقش كل حاجة. مشاكل الأسرة زوجك يبقى فيها، مشاكلك مش لوحدك تحليها، عيشي مشاكلك وعيشي دورك كأم، مش كأم وأب، انت أم. لأن انت لو شلتي المسؤولية لوحدك نهاية الطريق مش هتبقى في صالحك.